رسميا ولمن يهمهم الأمر، لقد تم تغيير اسم كأس الإفريقية إلى كأس الخبث الدموية. وإليكم أبرز العناوين. الجالية المغربية بالسنغال تتوسل وتستنجد بدياز من أجل تضييع ركلة الجزاء. إصابات خطيرة في صفوف أعوان التنظيم والسبب جماهير السنغال الثائرة. الكاف في طور معاقبة مدرب السنغال وغيره ممن يمتهن سياسة النتيجة قبل الأسلوب. مطالب للسلطات والشرطة السنغالية بالتدخل لحماية المغاربة وممتلكاتهم. مادة بقوانين الكاف تهدد بإسقاط كأس إفريقيا من يد السنغال. توقيف 18 مشجع سنغالي وواحد جزائري في أعمال شغب النهائي. وأخيرا المغرب يتحرك قانونيا من أجل حادثة انسحاب المنتخب السنغالي. قبل كل شيء عليك أن تعلم أن إبراهيم دياز بطل أسطوري منقذ أرواح ومضحي شريف. والآن سوف نحاول ما أمكن ربط الأحداث بين السبعة عناوين. كما يعرف العالم أن المغرب حصل على ركلة جزاء مستحقة في نهاية المقابلة، ولكن المنتخب السنغالي انسحب بأمر من المدرب، وكذلك افتعل الفوضى في المدرجات من طرف الجماهير السنغالية، وهذا طبعا راجع للعقلية المشبعة بالفساد وأسلوب المؤامرة. الأمر لم يتوقف هنا. بعد مرور ربع ساعة من توقف المقابلة نرى اللاعب حاجي ديوف يستقبل المكالمة، وبمجرد انتهاء المكالمة مباشرة تواصل مع اللاعب ساديو ماني، وبدوره ساديو قام بإرجاع اللاعبين إلى أرضية الميدان. لكن كل ما يعرفه المغاربة أن هناك من كان يطلب النجدة ويبكي ويتوسل أن تضيع ركلة جزاء من أجل إنقاذ روحه وروح أصدقائه. وهل يعقل المغربي حر يقول على الركلة يا ربي تضيع يا ربي تضيع؟ يا ربي يلا غيتضرب يلا غيتضرب يلا غيتضرب يلا غيتضرب يا ربي سقلها خويا يا ربي سقلها يا ربي سقلها يا ربي يا حتى واحد ما يدواه اللي يدير لي يا ربي يا ربي السلام. إذن كما رأينا مغاربة تعرضوا للحصار في أحد المقاهي المغربية بالسنغال. مغاربة عانوا من ترهيب، الخوف، تخريب ممتلكات، كذلك التهديد. نعود إلى المقابلة. نرى رجوع المنتخب السنغالي إلى أرضية الميدان، وجه بشوش وابتسامة عريضة تطال جميع اللاعبين. دياز في حوار خاص مع ساديو ماني، ساديو ماني في حوار خاص مع الحارس، وهذا المقطع أكبر دليل. بصريح العبارة يقول وراء دياز سي با بوت إل فا غاتي، ليس بهدف وسوف يضيع، مع ابتسامة عريضة. إذا إبراهيم دياز عمل بطولي وتضحية خالدة للتاريخ، والمغرب ضحى باللقب من أجل إرضاء القذارة والهمج والأنانية الإفريقية. الكأس أخذت منا بالخبث، وهذا ما لا يمكن إنكاره، ومع ذلك المغرب فاز بالحفاظ على الأمن والنظام وجودة التنظيم، كسب الرهان أمام العالم، وفهم الجميع من هو المغرب. فعلا خسرنا